وأنا عربي أصيل، يرجع نسبي إلى قبيلة الأوس الأنصارية التي آوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته. وأنا عراقي، ولدت أنا وآبائي وأجدادي في النجف الأشرف، وعشت محنة شعبي في كل مراحلها، ولم أغادر بلدي، وليس لأحد في الشرق ولا في الغرب تأثير علي ولا سلطان علي إلا لله تبارك وتعالى، ولا أتبع إلا الحق. ومواقف الوطنية مشهودة، وآخرها الوقوف بحزم ضد كل مشاريع تفتيت العراق وتجزئته تحت مختلف المسميات. ويمكن التواصل معي مباشرة أو عبر الهاتف أو من خلال قنوات موثوقة، وسأكون خير عون بلطف الله تبارك وتعالى لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. فاتركوا السلاح جانبا وأعطوا فرصة للحوار لا تقل عن شهرين، لتجتمع كل الأطراف المعنية في موسم الحج المبارك وتدرس النتائج التي ستكون حتما مباركة طيبة، لأنها تحظى برعاية الله عظمت آلاؤه. أيها الإخوة في الله تعالى، إني أعلم وأنتم تعلمون أن العنف الذي يشهده العراق ليس طائفيا، فقد عشنا في كل الأزمنة السابقة وحتى الآن سنة وشيعة متآخين متحابين، وإنما هو في الغالب سياسي، ويتولى كبره سياسيون طامعون في السلطة والإثراء بغير حق، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وإنما يلبسونه ثوب الطائفية ليعبئوا لمعركتهم هذه من يسير على غير هدى. لذا لا بد من الشروع فور البدء بالالتزام بوثيقة مكة المكرمة بإصلاحات سياسية جذرية. وقد تداولت مع عدد من الإخوة المسؤولين بأفكار مهمة في هذا المجال تجعل كل شيء قابلا للنقاش إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما في شريعة سيد المرسلين. أيها الأحبة، إن الشعب العراقي متدين ومنصاع إلى علمائه، وهذا من لطف الله تعالى بنا، فاستثمروا هذه الحالة لضبط حركته وتوجيهه نحو ما يصلح حاله. وإذا لم نقم بواجبنا هذا فنحن مسؤولون أمام الله تعالى عن هذا التقصير والخذلان، وقفوهم إنهم مسؤولون. وأذكر الجميع بالحديث النبوي الشريف: صنفان إذا صلحت الأمة، وإذا فسدت الأمة، العلماء والأمراء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وكان الأنبياء خصوصا نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فلنكن كذلك رسل رحمة وسلام لكل البشر، وليس لطائفة دون أخرى أو قومية دون أخرى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.